هنعمل مكرونة فيتوتشيني النهاردة. هنجيب طاسة كبيرة، هي بتتحمل ان احنا نحط فيها الخلطة والمكرونة، يعني هي عاملة زي الوك اللي هي بيبقى لها قعر كبير. هنحط اول حاجة طبعا في المكونات. هنسخن الطاسة ونحط شوية زبدة وعليها شوية زيت. هنسيح الزبدة جوه الزيت. جنب الطاسة دي هنسخن مية على البوتاجاز علشان نحط عليها المكرونة. دلوقتي اول حاجة هنحطها الفراخ. صدور الفراخ انا بكون مقطعة صدر فرخة او ممكن اي صدور فراخ عندك في التلاجة انت ما كلتهاش مثلا، او اي فرخة بواقي فراخ عندك في التلاجة ممكن تحطيها هنا. هبتدي اقلبها على النار عقبال ما تنضج شوية. لازم اخلي الفراخ تنضج شوية. طبعا على الناحية التانية من النار بسيب المية تسخن علشان المكرونة نفسها. نستنى افضل اقلب لغاية ما الفراخ تنضج شوية معايا على الزبدة والزيت. بعد كده هبتدي احط شوية هبتدي يعني استنى على الفرخة شوية انها تنضج. تأكد ان المية بتسخن كويس. لغاية ما تسخن المية بنحط المكرونة جوا. اكيد معظم الناس تعرف ازاي بنعمل المكرونة. الفراخ نضجت بروح حاطة على طول، يعني نضجت مش بالكامل يعني، بس هي بدأت تنضج معايا. بروح حاطة شوية بصل، هي بصلة مبشورة، بحط بصلة واحدة مبشورة على الفراخ وبقلب البصلة مع الفراخ، وبستنى لغاية برضو ما البصلة ما تنضج شوية. البصلة ما بستناش عليها لغاية ما تحمر، لا انا بستنى عليها بس لغاية ما تدبل. يعني مجرد ما البصل تدبل شوية خلاص، يعني هنا كده بتبقى العملية استوت شوية. فببتدي بنزل عليها بالمكون التاني على طول. المكون التاني على طول هو شوية توم. بكون محضرة شوية توم او بشرة تومة على جنب، بروح حطيتها على طول على البصلة والفراخ بتاعتي. كل ده الفراخ معايا بتزيد نضج وبتوصل للداخل. كل التسوية دي كلها بتبقى على نار متوسطة. على نار متوسطة علشان الدنيا ما تتحرقش معايا، والفراخ تنضج من جواها من القلب ومن بره الفرخة ذاتها. ببتدي اقلب وبحط التاتش الاخير معايا اللي هي نص مرقة خضروات. برضو بتدي طعم ظريف جدا جدا جدا. بتبتدي مية الفراخ تخرج والبصلة كمان ميتها تتعمل، فالطعم بيزيد حلاوة طبعا. دي كلها خلطة الفيتوتشيني. انا بعمل خلطة الفيتوتشيني على عين نار متوسطة، وبسيب المية بتاعت المكرونة تسخن على النار التانية او على العين التانية لغاية ما ابتدي اعمل لغاية ما المية تسخن. بروح مسقطة فيها المكرونة. هنا المية سخنت فعلا، سقطت فيها المكرونة وبسيبها شوية لغاية ما المكرونة تنضج. هنا بحط اخر حاجة بحطها ومطلوبة جدا في الفيتوتشيني، وهو
المشروم. انا بنستخدم اللي هي علب المشروم العادية اللي بنجيبها من السوبر ماركت، وبروح مطلعاه وشطفاه تحت المية، بشطف المشروم تحت المية وبصفيه، وبعدين بروح ضيفاه على الخلطة بتاعتي دي. اخر حاجة لانه المشروم نضجه سريع شوية، بضيف انا شوية الملح على المكرونة بتاعتي برضو، علشان لازم المكرونة تاخد ملح لازم المكرونة تاخد ملح. ببتدي ابهر الخلطة، بحط شوية فلفل اسود وشوية قرفة وشوية ملح كمان. بحط شوية فلفل اسود، شوية قرفة، شوية ملح. ببتدي اسيبها لغاية ما المية اللي هي جوه الطاسة كلها تشرب. اول ما الخلطة تشرب المية بتاعتها اعرف انه المشروم نضج، الفراخ نضجت، الحاجة كلها طابت، يعني كلها استوت لما المية تتشرب. وببتدي اعمل اقطع الفراخ بايدي علشان اشوف طعمها عامل ازاي. هنا انا زي ما قلت لكم اخر حاجة ختمت بيها هنا وانا بحط شوية الملح. بقلبها برضو، بديها تقليبة علشان التبهير يدخل جوه الخلطة. مجرد ما الخلطة بتشرب ميتها اللي هي نزلت منها بنعرف انه تقريبا مشروم نضج، الفراخ نضجت، كل حاجة تقريبا نضجت. ببتدي ارفع المكرونة من على النار. المكرونة برفعها وهي 3/4 سوا، وبنزلها جوه يعني طبق بلاستيك. المية بتاعتها بحتفظ بيها، مش بسقطها مش بسقطها جوه الحوض، مش برميها، لا انا بحتفظ بمية المكرونة لان انا هرجع استخدمها مرة تانية. فبحتفظ بمية المكرونة جوه طبق بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبرجع للخلطة بتاعتي، بحط الكريمة اللباني، شوية كريمة لباني. طيب انا الكريمة بتاعتي مش هتكفي الخلطة طبعا كلها، فعلشان ازود الكريمة معايا، احنا اكيد كلنا يعني ما عندناش فلوس كل شوية نشتري كريمة لباني، فبنجيب اللي هي القشطة. بنحط معلقتين قشطة. لو انتي عندك قشطة في البيت، قشطة بلدي، اي نوع قشطة يعني عندك في البيت، بتحطيها مع الكريمة اللباني. لو انتي عندك الكريمة اللباني. لو ما عنديش كريمة لباني انا بستغنى عن الكريمة اللباني ان انا بحط قشطة وكوباية لبن، قشطة وكوباية لبن، قشطة وكوباية لبن. وببتدي اروح عاملة الخلطة، ضيفاها على الخلطة وبروح حطاها. بنزل فوقيها بمية المكرونة، بجزء من مية المكرونة، علشان ازود الصوص بتاع المكرونة. انا كل ده بعمل الصوص بتاع المكرونة الفيتوتشيني. بعمل صوص المكرونة الفيتوتشيني بان انا بحط بعد ما رفعت المكرونة من على النار بروح جايبة الكريمة اللباني مع شوية قشطة، كوباية لبن، وبروح مزودة ده كله بمية المكرونة بتاعتي، واسيبها على النار. اسيب كل ده على النار شوية. انا زدت كمان شوية لان احنا بنحب الصوص بتاع المكرونة قوي، فاحنا بنحب صوص المكرونة كتير، فاحنا مش هنعمل صوص المكرونة كله مش هيتعمل بالكريمة اللباني، فاحنا بنستخدم مية المكرونة. بستخدم مية المكرونة وبضيفها على الكريمة اللباني بتاعتي او القشطة واللبن
مية المكرونة. بسيب الصوص بتاع المكرونة على النار لغاية ما تبتدي تفقفق ويبتدي يقصر. يعني اول ما يبتدي يقصر يتسبك كده زي التسبيكة بتاعت زي تسبيكة الاكل، ويقصر ويبتدي كده بقى الفقاقيع تظهر. اروح متقلة الصوص بالجبن اللي عندي. لو انا عندي جبنة موتزاريلا كفاية احط حبة كويسين من الجبنة الموتزاريلا، لانه بيتقل الصوص وبيدي طعم جميل جدا. انا شخصيا بحب الجبنة الموتزاريلا مع الجبنة مع الجبنة الرومي. يعني هما دول اكتر اتنين بستخدمهم بس في الاكله دي، لانه كانت الجبنه الرومي معايا قليله فاستخدمت جبنه شيدر مع جبنه موتزاريلا. بس هي الافضل الجبنه الموتزاريلا مع الرومي. وبقلبهم وبسيب برضو لغايه ما يقصر معايا ويتقل معايا الصوص. اول ما يتقل معايا ويقصر، بعد ما اضيف الجبن بروح ضايفه المكرونه بتاعتي اللي انا بكون مسوياها تقريبا 3/4 سوا. بكون مسوياها 3/4 سوا، تكمل سواها على النار مع الصوص، تكمل سواها على النار مع الصوص بتاعي. وابتدي اقلبها بقى من تحت لفوق علشان الخلطة تدخل جوه المكرونة والطعم يظهر في جوه المكرونة ذاتها. فشوفوا انا كده هفضل اقلب واكمل واروح حاطه بقيه المكرونه بتاعتي وارجع اقلب مره تانية. زي ما انتوا شايفين انا برجع اقلب مره تانية من تحت لفوق علشان اضمن ان الخلطه تدخل جوه المكرونه بتاعتي. انا هفضل اقلب واسيبها على النار فترة شوية، الصوص المكرونة تشرب الصوص، الصوص كمان يتقل زيادة شوية. بروح ختم اخر حاجة انا حطيت بالنسبة لي اللي هو الجبنة الموتزاريلا الباقية عندي، حطيتها من فوق. يعني بتدي يعني زي ما انتوا عارفين الموتزاريلا بتشد شوية، بتدي طعم للأكل وبتشد. وحطيت الموتزاريلا في الآخر خالص بعد ما حطيتها جوه الصوص الزيت مع الجبنة الشيدر. رحت حطيتها بعد ما خلصت في التاتش النهائي من فوق صينية، حطيتها فوق المكرونة برضو. حطيتها فوق المكرونة برضو وعطيتها تقليبة من على الوش صغيرة جدا جدا جدا، وسبتها يعني المكرونة تكمل سوا بسيط على النار. يعني زي ما قلت لكم احنا بنسوي مكرونة 3/4 سوا، بسويهاش على الاخر علشان لانها لسه هتكمل سواها على النار مع صوص مكرونة الفيتوتشيني. هستنى شوية لغاية ما الجبنة بتاعتي تدوب اكتر والصوص كمان يقصر اكتر ويتقل اكتر والمكرونة بتاعتي تستوي. وبستنى لغاية ما كل ده يستوي على النار، ونشوف بعد كده هنغرف الاطباق بتاعتي ازاي. يبقى انا استخدمت مع الصوص استخدمت الكريمة اللباني، قطعة قشطة، كوباية لبن مع المية بتاعة المكرونة ذاتها، هي دي اللي بتزود معايا الصوص. ابتدي اغرف المكرونة بتاعتي بعد ما استوت، المكرونة الفيتوتشيني بتاعتي بعد ما استوت. وبرضو كل واحد حسب هو ما بيحب ايه. يعني في ناس بتحب المكرونة اكتر، في ناس بتحب الخلطة اكتر، فبروح حطاها اهي
ابتدي اغرف ونتفرج على الشكل النهائي للاطباق بتاعتنا. احنا 3 افراد في البيت، فغرفت 3 اطباق بالظبط. مكرونه فيتوتشيني هي من اكلاتي بصراحه المفضله اللي انا بحبها جدا. شكرا. بنكمل غرف، بنحط اللي هي الاطباق بتاعتي دلوقتي، وهنشوف شكلها النهائي بعد ما اتعملت. هي تقريبا كده شكلها النهائي بعد ما اتعملت. دي مكرونه فيتوتشيني معايا. اتمنى انها الطريقه تكون واضحه ليكم. اتمنى تعملوا لي لايك، سبسكرايب، شير. كنت معاكم مره تانية ساره.